السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا بقى الاكلات الخفيفة اللي ما بتكلفش عندي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده ما اعرفش والله سوسي ولا سجق ولا ايه بالظبط. انا لقيت ابني داخل عليا بيه فقال لي خدي يا ماما اعمليه لنا. طب يا ابني بيتعمل ازاي؟ قال لي ما اعرفش ليه تعمليه زي ما تعمليه. المهم دخلت عملته لهم. مش هقول لكم كان طعمه والله العظيم 3 تحفة، جميل جدا وما كلفنيش. يعني انا جبت الكيلو، هو الكيلو ب110. وكان عندي طبعا قرن الفلفل، وكان عندي بتنجانة كده روم من اللي قلبكم يحبها كده، ورحت مقطعاها وحمرت لهم بطاطس، وكانت اكلة جميلة وخفيفة. بس انتوا ما تيجي تقطعوها حبايبي قطعوها يعني ايه، يعني ضعيفة عن كده. انا قطعته بصراحة كانت تخينة، بس برضو ما فيش حاجة قاعدة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قطعت بقى ايه حتى ما عملتوش كله كيلو بصراحة، حشت منه لان ابني التاني ما كانش هنا. قلت اعمله كله على ايه، اما يجي هو ابني ابقى اقوم اعمله. مسكته قطعته كله. يلا يا حبيبتي انت وهي بقى إيه رايكم بقى في اللايكات بتاعتكم الجميله؟ انتوا بتسعدوني بجد. يا ولما حد بيعلق لي انا برد على اي حد والله. اي حد بيعلق لي او بيراسلني انا برد عليه. هنا قطعت الكميه مش الكيلو كله، انا مش عامله كيلو كله. وجبت بقى طبعا قرنين في الفلفل حار وقطعتهم كويس. مش عايزين حاجه اختيارات براحتكم، عايزين تحطوا حطوا، مش عايزين تحري. انا حطيته عشان ايه؟ تبقى الاكله ايه، تفتح النفس كده. عشان انا النهارده ما كانش عندي ولاد ابني، يعني مش حامي عليهم، علينا احنا بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلص بقى كميه القرن الفلفل الحامي دوت. وانا كنت مقطعه بقى الالوان عشان ما كنتش هطول عليكم، بس انا طولت عليكم كده، انا اسفه. هنا خلصت بقى الكميه وجبت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها حبه سمنه صغيرين قوي. عندكم زيت برضو حطوا لو عايزين بالزيت، هي ما بتفرقش بصراحه. بس انا ما كانش عندي اللي هي السمنه، ما كانش عندي زيت الا نقطه صغيره. ونزلت بالفلفل، قلت هدبله بس تتبيله بس بسيطه على النار. هقلبها بقى لحد ما تاخد بس ايه، تتبيله بس بسيطه. حتى ابني بيقول لي ما حطيتيش بصل ليه يا ماما؟ قلت له لا، ده هو اصلا بيبقى كله توابل وكله، بصوا اللي انتوا عارفينه كله بيتحط عليه. بس بجد انا ما اعرفش اسمه اللي انا عملته ده، يا ريت حد يعلله ويقول لي على اسمه ايه. وحطيت طماطميه كده كنت مقطعاها برضو وحطيتها وقلبتها كويس. حطيت شعرة فلفل كمون صغيرة وشعرة فلفل صغننة اسود، ونقطة ملح برضه عشان هو بيبقى داخله ملح وتوابله كله. انا حطيت عشان ايه، الطماطم والحاجة اللي انا حطاها ما تبقاش دلع. وبجد كان طعمه جميل جدا، يعني ده كان غدانا النهاردة. ونزلت هنا بقى ايه بالسوسي بتاعي طبعا، وجنبي منه بقى البتنجان والبطاطس المحمرة. سلام.